فترة، ولكن قبل أن نتحدث عن التغيير الجذري للحكومة علينا أن نتحدث عن البيئة التي تعمل فيها الحكومة. لا يمكن أن ننحي حكومة لنأتي بحكومة وتلعب ذات الدور أيضا وتعاني ذات المشاكل فنضطر إلى تغييرها مرة أخرى. كل ما هو مطلوب أن تكون الحكومة عند مستوى التحديات والمشاكل والأزمات التي يعاني منها الشعب المصري، وخاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار، وخاصة ما يتعلق بارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري. وفي نفس الوقت أيضا هناك وزراء معينين لابد من إبعادهم بأي شكل من الأشكال. زي مين يعني؟ لا مش هقول أنا زي مين، لكن بالتأكيد الناس فاهمة وواعية، وفي النهاية بالتأكيد احنا في طلبات الإحاطة أو في الاستجوابات اللي بتقدم مؤكد ستقدم دلائل أو مستندات من زملاء عديدين أو من كل من سيتقدم ضد هذا الوزير أو ذاك. 2 تقارير الإنجاز والتقارير الرقابية بالتأكيد قدمت أسماء عدد من الوزراء لم ينجزوا الإنجاز الذي كان يتوجب، بل كانوا سببا في أزمات ومشاكل. هل تباطأت الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي اللي تقدمت به لحضراتكم ولا مؤكد طبعا في تباطؤ. لم يكن هناك اداء اقتصادي بمستوى التحدي الذي تفرضه الظروف. حالة الارتباك اللي ادت الى ارتفاع جنوني في الاسعار ومشاكل اقتصادية متعددة ومشاكل استثمارية متعددة، كل ده الحقيقة يوجب مراجعة هذه المواقف. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير وعضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى بكري، أشكرك شكرا جزيلا. الحقيقة خلونا نروح للبنان اللي أصبح عندها النهاردة خلاص رئيس بعد فراغ سياسي استمر لمدة 2.5 عام. أصبح للبنان رئيسا أخيرا. انتخابات